المالكي. راه المغرب ماشي هو هذاك، راه المغرب ماشي هو فلان، راه المغرب دوله عندها رايه وحده، عندها سياده وحده. لازم اننا نحافظوا على هذه السياده. خليونا من التعصب القبلي. خصنا نحيدوا هذا الشيء. اليوم الرساله اللي جينا المحكمه وعندنا الثقه في القضاء وعندنا الثقه في القانون. كنتمناو نحيدوا هذاك الشيء. ولا طاح الياس كما تيقول واحد المثل، الا طاحت البقره تيقواو الجناوه. ما تشفى حتى شي واحد، راه اللي تشفى تيتبلى. وتحيه لك اخ نبيل وتحيه لك الاخ المهدي والقناه ديال ميديا لايف. ديالي احنا كلنا مسامح كريم وان الله غفور رحيم، ومع كل احتراماتي المغاربه كاملين. اي حاجه دار الياس ماكي الاخطاء ولا شي حاجه انا كنعتذر من الناس. حنا نديروها بلاصتي نمسحوها بلاصتي. شوف الله يرحم الوالدين. حنا اليوم كما قال الحال الياس طايح، خصنا نوقفوا معاه. ماشي مع الياس، خاصنا نوقفوا مع الوالده ديالو، خصنا نوقفوا مع الاب ديالو، خصنا نوقفوا مع الاخوان ديالو. علاش نوقفوا معاهم؟ لوجه الله. الا دار الياس واحد الخطا، راه انا قلتها وسبق لي قلتها، راه باقي صغير في السن، ما نديوش عليه. ونتمناو انه يتعلم من هذا الدرس. هذا يومي اللي دوزها يعني في اعتقال احتياطي وجا في حاله اعتقال. كنتمناو من السيد وكيل الملك انه يراعي الظروف الاجتماعيه والظروف الصحيه ديال الوالده ديالو ويطلق السراح ديال الياس ولو بكفاله ولو باي، ويجي في حاله في هذه القضيه متابعينه. الاخ بورزوق من هذه المنابر ديالكم. نسولك واحد السؤال. نعم خويا. دويتي بواحد الموضوع بواحد كما قلتي واحد الكلمه وغادي نعاود قلتي لي ان ما ندوش عليه انه كما كنقولوا انه ولد بلادنا، ولكن تحريف القران الكريم دازت، ديك فاش كان ضرب مدعو البرقالي دازت، ولكن دابا حاليا حسبوها حتى هو غلط من حد مع الامازيغ. شوف كنتمناو من الله سبحانه وتعالى اي واحد كنتمناو له الهدايه. اي واحد كنتمناو له الهدايه. يعني الانسان، يعني العقوبات السجنيه والعقوبات الردعيه ديال القانون الجنائي ما كتجيش باش تدمر الحياه ديال الشخص. يعني السلطه التقديريه ديال السيد وكيل الملك كتجي مراعاه. الا كان واحد السيد غيتصلح جا عندنا كنيابه عامه وعطانا وعد انه غيتصلح، راه السيد وكيل الملك عنده السلطه التقديريه انه ياخذ بعين الاعتبار هذا الكلام ديال هذا الشخص هذا والالتزام ديالو انه غيتصلح وما غاديش يعاود للكره. يعني في النظر ديالك الوليدات كيشرفوا ويتفرجوا في الياس المالكي رغم المعيور والسبان. شوف الياس المالكي جاتو هذه الفرصه، الياس المالكي جاتو هذه الفرصه ديال الدوليه. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يحاول الياس انه يتغير ويكون واحد انسان مواطن مغربي ويمشي يشرف، لانه مؤثر دابا حاليا. مؤثر. يعني الدراري الصغار كاملين دابا كيتفرجوا. الياس ملزم الان، الياس ملزم انه يتغير 180 درجه، لانه غادي يمشي يشارك في واحد الملتقى اللي هو عالمي وغيوز درابو ديال المغرب. خاصو يكون انسان في المستوى ويشرف. فهمتي؟ انا كنتمناو من الياس، لانه كما قلت لك الياس خارج السوشيال ميديا راه ماشي هو الياس في السوشيال ميديا. ولكن هما داروا هكا باش ما يمشيش هو زعما يتفرج. شوف كاين الحسد علاش هما داروا؟ لا كاين الحسد موجود. كاين يعني ماشي كلشي الناس الان خارجين كلشي تيتشفى في الياس. هادشي عيب. راه الانسان، شوف الانسان ملي كيوصل للسبيطار ولا كيوصل للسجن كنحبسو. عبد الله راه بزاف الناس راه كيكونوا مضروبين، وملي كيجيو عند النيابه العامه وملي كيتقدم المشتكى به وكيدوز الجيور اولا كيدوز الحبس الاحتياطي داخل السجن كيكونوا تنازلات. الناس كتنازل على الضرب والجرح. ولكن ما كتشوفش ان الاهانه راه ماشي شخص، راه هي واحد الاخوان ديال الامازيغ اللي هما بالملايين. شوف اخوان الامازيغ، شوف المكون الامازيغي مكون مهم داخل الدوله المغربيه، وهذا الشيء اكدوا الاب ديالنا الحسن الثاني، ياكدوا يعني الملك ديالنا محمد السادس حفظه الله على ان اخواننا الامازيغ راه هذوك راه ناس، راه ما نبقاوش نقولوا ان راه جزء لا يتجزا من الموروث الفكري والثقافي والمكون المغربي والامازيغي. راه مكون يعني هو اللي كيصب داخل النهر المغربي. فهذوك خوتنا
ماشي كلام ديال الياس هو اللي غيحرك الامازيغ كبار على انه يجي واحد غادي يحركهم، فهمتي؟ مؤثر هو راه مؤثر في السوشيال ميديا. شوف مؤثر، حنا قلنا قال حنا شوف غيدوا على حنا دراري لا حنا قلنا ديالك هاد الناس اللي هاجموا الياس بهذه الطريقه. لا حنا قلنا ان الياس دابا ملي خرج دابا ودوز هاد اليومين ديال الاحتياط، كنتمناو ان الله سبحانه وتعالى يهديه ويهدي جميع المسلمين، الله سبحانه وتعالى تيغفر، الله يدير شي زواج. كنتمناو ان الياس يغفروا ليه هاد الناس هادو ويكون عنده حسن الظن ديالهم نظرك غيكون تغيير. ان شاء الله، وانا عندي الثقه في الياس انه غادي ان شاء الله غيتغير وغيمشي يشرف يعني المغرب. اول حاجه كنشكرك اول حاجه على الكلام النزيه اللي قلتيه ماشي غنقول حنا انك كنتي باين لواحد الصف، غنقولوا انك كنتي نزيه الكلام ديالك، حيت قلتي واحد الكلمه اللي عجباني، قلتي انه راه خاصو يبدل ذاك المعيار، خاصو يبدل ديك الراجل اللي كيهضر بها، لان الدراري الصغار كيتفرجوا فيه. حنا قلنا لك الياس باقي صغير، باقي يعني يعرف بزاف الحوايج في الحياه، فهمتي الحياه، لانك كل ما زاد العمر ديالك والعمر اللي كيبلغ فيه الانسان سن الرشد وسن الوعي الكبير كان هو 40 سنه. الياس مازال عنده 28 سنه، كنتمناو نقدروا نقولوا تعطاه فرصه كما نقولوا دي اخر فرصه لك ان شاء الله.